يا مساء الهنا على حبايب قلبي اللي منوريني ومتابعيني. ان شاء الله النهارده بقى هنفرز احلى بطاطس ولا بطاطس الشركات. شايفين جميله ازاي؟ مذهبه ومن جوه زبده. وهنعمل بقى طريقه نقفل بقى الاكياس الجميله ديت. يلا نسمي بالله بقى كده وعلى الرسول نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتعمل بطاطس الشرطيه هي زي ما انتم شايفين. هنعمل بطاطس محمله. يعني ايه محملة؟ تبقى زي الزبدة كده من جوه ومدهبة كده من بره. شايفين؟ ما شاء الله عليها. دي بقى بطاطس التحمير اللي هي الرملية الجميلة دي. هتديكي بقى النتيجة روعة. ما شاء الله عليها. هتفرزيها طبعا في رمضان، البطاطس بتغلى دلوقتي. وهنفرزها كده بطريقة سهلة وجميلة وتعيش معاكي من السنة للسنة. تمام اوي كده اهوت. انا اخلص كل الكمية اللي قصادي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو وارجعوا لي تاني. تمام كده اهوت. تمام، بعد ما طبعا زي ما انتم شايفين غسلنا البطاطس اهي وصفيناها. تعالوا بقى نعمل معاها ايه المحلول بقى ايه اللي تخلي لي البطاطس مقرمشه وجميله. طبعا انا معايا ربع كوبايه من الخل ومعلقه كبيره من الملح وميه سخنه كده من الكتل. ميه بقى بايه؟ بتغلي. تمام او كده. هقلب طبعا الملح مع الخل زي ما انتم شايفين في الميه اهوت. ونزل البطاطس واغطيها بالميه المغليه لمده نص ساعه. تمام أوي كده اهو. غطيتها بقى بالمية المغلية مع الخل ايه والملح لمدة نص ساعة. انا مجهزة صاجة اهوت حبايب قلبي وحاطة عليها ايه ورق زبدة وحاطة زيت غزير على البوتاجاز. هصفيها بس كده من مية وانزل بقى واحدة واحدة كده ايه في الزيت. تمام. وما اقلبش فيه عشان ما تتكسرش معايا لحد ما ايه يا دوبك هتخش كده على لون كده اهوت. بس تكون ابيض بس ايه متشمعة. واصفيها كده اهوت على ايه على ورق الزبدة او على مناديل حسب ما انت عايزه. تمام اوي كده اهوت. احط تاني. بس طبعا انا ايه هبعدها عن بعضيها عشان ايه ما تتشبكش كده وتيجي تقلبيها ما تتكسرش معاكي. زي ما انتوا شايفين اهوت كل واحده مخصمه التانية. نكمل بقى الصاج التاني اهوت. واستنى لما تهدى واحطها في الفريزر. بعد ما احطها في الفريزر اليوم كامل زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها هي البطاطس واحده بواحده هي. تمام اوي كده اهوت. تعالوا بقى ايه نجيب بقى الاكياس بتاعتنا الجميله وعبي فيها البطاطس التحفه ديت. حسب انت طبعا ما انت عايزه حسب احتياجك انت ما ايه ما تطلعي الكيس وتستعمليه. تمام او كده. هنقفل بقى الكيس دوت بطريقه جميله اكنك جايباه من المحل. بص مش عايزه كلام. تمام او كده اهوت. هكمل بقى كل الكميه اللي قدامي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وارجعوا لي تاني يا حبايب قلبي. تمام او كده. تعالوا بقى نقفل بقى الاكياس الجميله دي بطريقه سهله خالص. بس نطلع منها الهوا كده ونظبطها. المكوة بتاعت البيت اللي احنا بنكوي بيها العادية دي خالص. بس ما تسخنهاش قوي. شايفة كده اهوت. هنقفل بس كده ايه الجناب واسويها بالمقص عندي. تمام او كده. شايفين سهلة ازاي وجميلة وما تاخدش معاكي مكان في الفريزر. هترصيهم طبعا فوق بعض كده اهوت. انت حتى كل ما تروحي السوق هتجيبي 2 كيلو وتفرزيهم مرة واحدة. مش لازم انا اجيب كمية واقعد فيهم اليوم كله. في مرة كده لحد ما شاء الله ما تملي كده الفريزر عندك بالخير. ينفعك في رمضان في السحور في الفطار جنبي شوية بانيه جنبي فراخ في الفرن كده هوت. هتسهل معاكي كتير قوي. ودلوقتي هي متوفرة في السوق ورخيصة جدا. عارفة بقى في رمضان هتلاقيها غالية قوي. شايفين؟ سهلة جدا.
خلص بقى الكيس دوت وخلص كل الكمية اللي قصادي وارجعوا لي تاني. تمام اوي كده اهو. بعد ما خلصت الكمية اهوت قدامكم يا حبايبي، تعالوا بقى ايه نحمر بقى طبق بطاطس كده ونشوف الجمال ده بقى ايه عاملة ازاي. تمام اوي كده اهو. يلا بقى على القلاية نحمرها كده، طلعها بقى على ورق مناديل كده اهوت، جميلة زي اللي بتجيبها من المغلفة من السوبر ماركت، تحفة. بص لونها ذهبي ازاي ومن جوه بقى زبدة. تعالوا بقى نحط على شوية بهارات اللي انا عاملاها، بابريكا وفلفل اسمر وكزبرة اللي هي الجافة والملح، تحفة. زي ما انتوا شايفين اهم يا حبايب قلبي، خلصنا كل الكمية اهوت. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا، قولوا لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش بقى في الشير ولايك واشتراك في القناة عشان ينزل كل جديد. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.